بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألحقني بصفية الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صعد المنبر أمام الناس ليرد الخطوب، فنظروا إليه ونظر إليهم، واشتد البكاء في المسجد. ألقى على منبره في آخر أيامه وصايا منها: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ثم أوصى الأمة بالصلاة: هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ وقال: يا أيها الناس، من أخذت له مالا بعد مالي فليأخذ منه، من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم. موقف صعب. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، 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 جسمي لجسمك فداء، فداء. فضج المسجد بالبكاء. موقف حزين. نظر إلى أصحابه نظرة وداع. وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة، ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما، وجهه كأنه خلقة القمر. دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم مالت يده وهدأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى بحرها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بكت كالمنابر. بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي. يا عين تبكي. في تلك الساعات، في تلك اللحظات، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من لم يستطع القيام، أعظم المصائب، ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام. إنها مصيبة عظمى وخطب جلل، إنه فقد غياب سيد ولد آدم، غير من صلى وصام وغير من عبد رب الأنام. بل الرفيق الأعلى. مات من مات، وما تعطلت المسيرة ولن تتعطل ولن تقف بموت أحد أو حياته. بل الرفيق الأعلى. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. ابن ياسين والرنسيسي أبو الوليد وغيرهم من الأبطال أدوا الأمانة، سبقونا إلى الجنة بإذن الله. وأنا وأنت وأنت ماذا قدمنا؟ هذا هو السؤال، وعليكم الجواب. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم بل الرفيق الأعلى. خطبة للشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، منذ سنوات طوال وأمة الإسلام تعاني ما تعاني من الأهوال: قتل وتشريد وهتك محارم وكأس النائبات فينا دهاق. الأقصى منذ عقود وهو يئن ويشتكي، والآهات تأتي من الشيشان، وكشمير بكت، وقبلها مندناو وأفغانستان، ومن البوسنة وكوسوفا كانت تأتينا الأخبار، أخبار الاغتصابات والانتهاكات والمعتقلات. واليوم عراقنا جريح محاصر، والعراقيات يرسلن الرسائل والاستغاثات. أرسلت إحداهن رسالة من المعتقل تقول فيها: أدركونا، فبطوننا وأرحامنا تحمل أبناء الصليبيين. وتتتابع المصائب والابتلاءات. بالأمس القريب قتلوا أحمد ياسين غدرا، ثم ما كادت دموعنا تجف حتى أتبعوه بالرنتيس عبد العزيز. ثم فجعنا بأبي الوليد المجاهد الصنديد والمقاتل العنيد. يا رب يا رب يا فارج الأزمات والكرب، وكاشف الغم والويلات والنوب، إليك وحدك نشكو ما ألم بنا، فقد غدونا نعاني شر منقلب. في كل صقع من الأصقاع نازلة بالمسلمين، وحال العرب في تعب. يا رب، هذه شعوب الأرض قد وثبت، وأمتي بعد لم ترق أو تتب. يا عالم الغيب، يا سؤلي، يا مؤتملي، متى تعود إلينا وحدة العرب؟ تعود في قوة والدين يعصمها من المهاوي التي تودي إلى العصب. نعم أحبتي، مصائب وآلام أردت اليوم أن أخففها وأذكر نفسي وإياكم أنه ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها، وما من بلية إلا وهناك أطم منها. وإذا تذكرنا المصائب العظام هان علينا ما دون ذلك. لن يضر الأمة موت فلان أو فلان، فقد فقدت الأمة قبل هؤلاء محمد بن عبد الله عليه صلوات الله. نعم، كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. قال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه وقال: يا عبد الله اتق الله، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غد. عباد الله، كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ كان في مسجده صلى الله عليه وسلم جذع نخل يتكئ إليه عندما كان يخطب، فأقاموا له منبرا ليقوم عليه، فلما مر بجانب الجذع حن وبكى وصاح كما يصيح الطفل، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم فاعتنقه، فجعل يهدى كما يهدى الطفل الصغير الذي يسكن عند بكائه، فقال: بأبي هو وأمي لو لم أعتنقه لحن وبكى إلى يوم القيامة. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. روي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلما دفن صلى الله عليه وسلم ترك بلال الأذان. ما أمر عيش من فارق الأحباب، خصوصا من كانت رؤيته حياة للألباب. لقد أدرك المسلمون عظم المصيبة التي أصابتهم بفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أن أبواب الشر قد انفتحت عليهم، وأن الفتن آتية لا محالة، وأن اللحظة التي طالما انتظرها أهل النفاق قد حان زمانها. أخرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: لا يغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. صححه الألباني رحمه الله. ولقد أشار محمد بن إسحاق بكلمات صادقة وتصوير رائع إلى الآثار التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة التي أصبح عليها المسلمون بعد فراقه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلت أنا: يا الله، كيف لو رأى حالنا وماذا صنعت بنا اليهودية والنصرانية بتعاون مع المنافقين والخائنين. قال القرطبي مبينا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور، قال: من أعظم المصائب المصيبة في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. صدق بأبي هو أمي، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم من بعده إلى يوم القيامة. فبموته انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. عباد الله، لقد أكد القرآن العظيم حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني من سكراته كما ذاقه قبل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. فلما قرأها صلى الله عليه وسلم قال: نعيت إلي نفسي. قال الله: فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال القرطبي: فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن فقد الرسل بموت أو قتل. وكما أخبرنا القرآن بموته وببشريته، أخبرنا هو كذلك بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: يوم كان حجة الوداع وقد التفت الجموع والأفئدة من حوله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقال: بل لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال النووي: وفيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع وأخذ يودع الناس. قال معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، تأمل في تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يودع أحد شباب الإسلام سفيرا إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يبكي
وهو الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور. نسينا في ودادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفينا شرفا نلام وما علينا. ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا. عباد الله، إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة وأعظم حدث مر على أمة الإسلام، وكل حدث مهم تسبقه علامات وإشارات تشير إلى وقوعه. ومن تلك الإشارات فتح مكة وإقبال الناس على دين الله أفواجا، وأنزل الله عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر رضي الله عنه قال: ما بعد التمام إلا النقصان. ونزل عليه في أواصف أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات والأحداث مؤثرات تدل على أن مهمته صلى الله عليه وسلم قد انتهت، وأن عليه الإكثار من الدعاء والاستغفار والاستعداد للقاء الرفيق الأعلى. نعم أحبتي، لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأخذ بعد عودته من حجة الوداع يرغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه قبل أن يحرموا ذلك، حتى قال لهم يوما: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله. فبكى أصحابه رضوان الله عليهم، وبدأوا يستشعرون أن حبيبهم بدأ يودعهم. وفي أواخر الأيام خرج إلى أحد وصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. فلما رجع انصرف إلى المنبر فقال: يا أيها الناس، إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم من الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. كل هذه العبارات دلائل ومؤشرات إلى قرب الأجل والنهاية التي لا بد منها لكل كائن كان، فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. وفي جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته أيقظ مولاه أبا مويهبة وقال له: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهلكم ما أصبحتم فيه فيما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي، لقد اخترت لقاء الله والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف بعد أن قال لهم: إنا بكم لاحقون. وبعد رجوعه من البقيع بدأ وجعه الذي قبض فيه، فدخل على عائشة ووجدها تشكو صداعا في رأسها وتقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال لها مهدئا من روعها ومداعبا لها على ما به من شدة الألم، فقال لها: وما ضرك يا عائش لو مت قبلي، فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له وهي تداعبه: ولم تعلم أن هذا المرض هو الذي سينقله إلى ربه. قالت: والله لكأني ولو قد فعلت، يعني مت، لرجعت إلى بيتي فأعرضت فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم ازداد به الوجع
وبدأ يطوف على نسائه وهو يقول لهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. تأمل إلى مراعاته خواطر نسائه مع شدة مرضه، واستمر معه المرض 13 يوما، وقيل 14، والمرض يزداد عليه يوما بعد يوم زيادة في التشريف والتكريم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت كثيرا ما أسمعه في أيام مرضه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره، فسمعته وهو يختبر يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فعلمت أنه يخير، فقلت: إذا لا يختارنا، إذا لا يختارنا. لقد اشتاق إلى لقاء ربه كما اشتاق ربه إلى لقائه. وفي أيام مرضه مر أبو بكر والعباس على مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال لهم أبو بكر: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج إليهم معصوب الرأس يهادى بين علي والفضل، تخط قدماه في الأرض. صعد المنبر لآخر مرة في حياته، صعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتهى، يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية نجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في العين الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. صعد المنبر بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن للبشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أتقاكم. صعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم، واشتد البكاء في المسجد. قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي، وقال: يا أيها الناس، من ضربته، من أخذت له مالا، هذا مالي فليأخذ منه. من ضربت له جسدا، هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاش بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن للقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص، أنا في القصاص فداء له. كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال بأبي هو وأمي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر فأتي بها، ورفعها عكاشة في يده واتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد. موقف من أشد المواقف وأصعبها على أصحاب محمد، حبيبهم في مرض شديد، وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره.
فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. أوصى على منبره في آخر أيامه وصايا منها: أوصيكم بالأنصار فهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم. ثم حذر الأمة من اليهود والنصارى فقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يختلط على الناس دينهم. ثم أوصى الأمة بالصلاة فهي صلتها بربها وقرة عينها، فقال من منبره: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف هي صلاتنا اليوم؟ وهل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى. بكت المنابر بكت المنابر كلها بأبي أنت وأمي. رد الحقوق ورد المظالم وبدأ يستعد للقاء ربه. فدنت ساعة الرحيل واشتد عليه الوجع وزاد عليه الألم مضاعفة للأجر ورفعة للدرجات. وفي فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر إذ انكشف الستار الذي على بيت عائشة ورأى الصحابة حبيبهم رأوه متبسما وجهه كأنه خلقة القمر. كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة لصلاة الفجر؟ قلت ثم ثم كيف لو رأى الحبيب صفوفنا في صلاة الفجر اليوم؟ نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة وما كتب ذلك الستار بعد ذلك اليوم. كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم، فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم، وأسدل الستار. وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة، وطفق الألم والوجع يزداد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتاه وكرب أبتاه وكرب أبتاه. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة عن ذلك فقالت: ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخبرت بذلك بعد وفاته. سارها في الأولى فقال لها: إنه يقبض في مرضه هذا، فبكت. ثم سارها الثانية فقال: وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ففرحت.
ففرحت رضي الله عنها وأرضاها. ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فكيف لا تفرح وقد بشرها بأنها سيدة نساء العالمين. ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، ثم دنت لحظات الاحتضار وأخذ الوجع يشتد ويزيد. كان يقول لعائشة: لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، قلت أنا قاتل الله اليهود فلقد سموا نبينا، ومسلسل غدرهم ومسرهم لم ينتهي إلى اليوم. ثم أسندته عائشة إلى صدرها وكانت تقول: من أعظم نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، فأخذته عائشة منه بعلمها أن حبيبها يحب السواك، تقول: فلينت له بريقي ثم أعطيته إياه، فأخذ يستاك ويضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تقول عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما انصرف من السواك حتى رفع يده مشيرا بسبابته وشخص بصره نحو السقف، فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشريعه إلى الملأ الأعلى. فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشريعه إلى الملأ الأعلى للقاء ربه، فتحركت شفتاه، فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم مالت يده وهدأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى باريها. مالت أصغر يد وهدأت أزكى الأنفاس وسكت أعظم قلب وخرجت أصغر وأزكى روح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فعظم الله أجري وأجركم، فعظم الله أجري وأجركم. اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين. وأظلمت المدينة على ساكنيها. عبر أنس عن هذه المصيبة بقوله: والله ما رأيت أجمل ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقد أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، وما إن تسرب النبأ الفادح والمصاب العظيم وعلم الناس بالخبر حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم. أما فاطمة فلما سمعت بالخبر بكت،
بكت وقالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت رضي الله عنها لأنس: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قلت والله ما طابت ولكننا أرغمناها إرغاما. أما عمر فقد استل سيفه وقام يحلف للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وأخذ يقول للناس: والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجالا ونساء زعموا أنه قد مات. في تلك الساعات، في تلك اللحظات، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من لم يستطع القيام، ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام، ومنهم من أنكر موته من شدة هول الصدمة والمصيبة. إنها مصيبة عظمى وخطب جلل، إنه فك وغياب سيد ولد آدم، خير من صلى وصام وخير من عبد رب الأنام. لكن الله ثبت الأمة في شخص أبي بكر رضي الله عنه خليفته وصاحبه في الغار. وللحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، ولئن أظهر الصديق رضي الله عنه رباطة جأش وثباتا وقوة أمام المسلمين عندما خرج عليهم ليؤكد نبأ وفاته صلى الله عليه وسلم، ولئن صرخ فيهم قائلا: من كان يعبد محمدا هكذا باسمه مجردا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن كان قد ثبت أمام الناس فإنه لم يستطع أن يثبت أو يتمالك نفسه أمام ذلك الجسد الطاهر، وقد تمدد أمامه لا يستطيع حراكا، فأكب عليه باكيا وقبل ما بين عينيه مودعا. قالت عائشة: أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنجي حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. وفي رواية لأحمد أنه رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه فأخذه بين يديه فمد فاه وقبل جبهته، ثم قال: ونبياه، ثم رفع رأسه ثم حد رفاه وقبل جبهته، ثم قال: وصفياه، ثم رفع رأسه وحد رفاه وقبل جبهته، ثم قال: وخليلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كفكف دموعه
وربط الله على قلبه وخرج على الناس وهو على حال لا يعلمها إلا الله، فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر فتلقاها الناس، وما أسمع نفرا من الناس إلا يتلوها. أما عمر فيقول: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى أهويت على الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فرجعت السكينة إلى الناس وهدأت أحوالهم، وهناك رب فوق 7 سماوات، وأنه حي قيوم لا يموت، والإنس والجن يموتون. نعم، لقد مات محمد، لكنه معنا في كل اللحظات، معنا في صلاتنا. أليس هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هو معنا في حجنا، في طوافنا وسعينا. أليس الذي هو قال: خذوا عني مناسككم؟ معنا بسنته، معنا بهديه، معنا بسيرته، معنا بأخلاقه وأخباره. ولقد أمرنا الله بالسير على خطاه واتباع سنته، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل لن نحب الله حتى نصدق في حبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المطلوب منا الإكثار من الصلاة عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. المطلوب منا العمل بسنته وعدم التهاون بها. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المطلوب منا أن ننشر دعوته للناس في كل مجلس ومنتدى. المطلوب منا أن نحبه حبا صادقا، فلن نؤمن حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين. باختصار، المطلوب منا طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، مصداق قول الله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مات محمد صلى الله عليه وسلم، وواصلت الأمة مسيرتها في نصرة دينها ونشر دعوتها. مات من مات، وما تعطلت المسيرة ولن تتعطل، لن تتعطل ولن تقف بموت أحد أو حياته. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. ابن ياسين والرنسيسي أبو الوليد وغيرهم من الأبطال أدوا الأمانة ونالوا الشهادة وساروا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه وطريق الأبطال، سبقونا إلى الجنة بإذن الله. وأنا وأنت وأنت ماذا قدمنا؟ ما هي اهتماماتنا؟ ما هي طموحاتنا؟ ما هي أهدافنا؟ هذا هو السؤال وعليكم الجواب. من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته. أوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فأخذنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فأخذنا إليك غير مفتونين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم رد حكام المسلمين إلى الحق يا رب العالمين. قيض لهم بطانة صالحة تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي نيجيريا وفي تايلاند وفي كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، فلقد قل الناصر وقل المعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، كن أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم أنزل على أسرانا في العراق وفي غوانتنامو رحمة وتأييدا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعذبون عبادك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك ومقتك إله الحق. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. رقم الهاتف 45 93 409. قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. البكاؤون لست حضراتهم من أجل دنيا فاتت أو مراكز ومناصب تجاوزتهم. لن أتكلم عن دموع نزلت من أجل أمنية أو دموع أهريقت من أجل غانية. لا وربي، لا، إنما عن أشرف الدموع. دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، دموع فيها صرخات، فيها نداءات لرب الأرض والسماوات. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انزلي يا دموع، انزلي يا دموع. إنهم أقوام عرفوا ما معنى البكاء من خشية رب الأرض والسماء. البكاء عشق الدموع خشية لرب القلوب لكي يأتي الخشوع. خافوا أن لا يكونوا من البكائين فبكوا للدموع أسرفوا. البكاء انكب على وجهه وتكشف عنه بعض ثوبه ثم جعل يخوض كما يخوض الثوب ثم هدأ. فذهبنا ننظر فإذا هو قد مات وخرج.
البكاؤون. أف لك أيتها العين، اسمعي اسمعي اسمعي. البكاؤون. محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. قريبا قريبا قريبا. محكمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. لا أجد من يتبعني، لا أجد من يفهمني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة كل فرد فيها مشغول بنفسه، حتى تقول متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس السعادة. فتاة تحاكم أهلها. أعيش أسيرة الأحزان عمري. زوجها والدها لابن عمها وهي له شارع، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى بها. محكمة. أب يعاقر الخمر دون خوف من راجع أو شعور بالمسؤولية. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والساعدين. فتاة تحاكم أهلها. أطبق السكون على المكان وهي تجتر كلمة الحظة أخرجتها من قلب المكروه. أيها القاضي، أنا لست بك. لماذا؟ من السبب؟ السبب إهمال والدي. كيف؟ كنت أختلط بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أكثرها. هناك ضاع العفاف. كنت طفلة وكان القريب وحشا كاسرا، لقد ضعت بينه وبين إهمال والدتي هي السبب. فتاة تحاكم أهلها. استيقظ الوالدان ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب. هناك ستقف الفتاة تحاكم من قتلها ومن كان السبب في موتها. محكمة. وتفارق صدري الآهات حتى تكاد جوانحي. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم فتاة تحاكم أهلها. محاضرة للشيخ خالد الصقعبي. قريبا قريبا. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. شوق وحنين. إنه الشوق والحنين إلى تلكم الدار. إنه الشوق والحنين إلى رضا الله. شوق وحنين إلى مغفرته سبحانه. إنه الشوق إلى النعيم المقيم الخالد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوق وحنين إلى تلك الجنة التي فيها الحور العين اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. شوق وحنين. إنه الشوق والحنين. شوق وحنين إلى رؤية الملك العلام. إنه الشوق والحنين. شوق وحنين الذي أقض مضاجع الصالحين العابدين الخائفين. إنه الشوق الذي جعلهم يشمرون عن ساعد الجد إلى الجنة. شوق وحنين. إذا جد السير أخي وشوق النفس حتى تكون من أهلها، وذلك بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد، لأن الإكثار من ذلك هو غراس الجنة. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ صريع الأماني والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع. إنه الشوق والحنين. شوق وحنين. كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقهم إليها. هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس لينعموا بالجنة، فلله كم من قوم نهضت بهم عزائمهم نحو الجنة فساروا إليها تحدوهم أشواقهم إليها، ما ضرهم في الدنيا ما أصابهم فجبر الله لهم الجنة جزاء صبرهم. شوق وحنين. من الذي يحول بينك وبين الفردوس الأعلى؟ أليس في الدنيا بملذاتها وشهواتها هي تساوي شيء إلى ذلك النعيم؟ فيا خسارة من لم يغرس في الدنيا غرسا. كيف فاتك الغرس هنا ثم تطلبه هنا؟ تبا لتارك غرسه ماذا فاته من الخير وهو لا يشكر. شوق وحنين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الكسب إلا واحد الاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا أكفها؟ شوق وحنين. محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي. قريبا
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أسباب الشفاء إلى كل جريح، إلى كل مكلوب، إلى كل منفوس، إلى كل أعزل، إلى كل حزين، إلى كل من طال به المرض وقلت به الحيل وضاقت به السبل، إلى كل من نسي الله. آن الأوان أن نرجع جميعا إلى الله وأن نتعلق بالله. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إنه الله، إنه الله، إنه الله، الله. وأطمع منك في الفضل الكبير إلهي ما سألت سواك عونا فحسبي العون من رب قدير. أسباب الشفاء. قال من حول ما رأينا إلا راكع أو ساجد أو لليدين رافع. أسباب الشفاء. رأيته قد ثبتت رعشته ثم نظر إلى جسده ووضع كاسه وعوفي في بدنه بإذن ربه. قال والله ما زلت ساجدا أدعو الله وألح على الله وأبكي بين يدي الله أن يشفي أخي. دعاء. إنه الله، إنه الله. فرج الكروب، نفس الهموم، رفع ومنع، خفض ورفع، عز وأذل، عافى وكتب الآجال سبحانه من عزيز. رهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم أسباب الشفاء. أسباب الشفاء. محاضرة للشيخ عصام العويس. قريبا. مواقف لا تنسى. طرقنا عليه الباب لا أحد يفتح ولا صوت نسمع. وكانت المفاجأة كان ميتا منذ أسبوع مات مخمورا في منظر تقشعر له الأبدان. كان ينظر بهلع وخوف إلى السماء ويخفي وجهه بيديه. وكانت خاتمة سيئة. أخي لا تحرم نفسك الجنة وتفكر في حال هذا الشقي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني ما كنت من المعرضين. يا ويلتى على صاحب أوقعني في المحرمات. يا ويلتى على خل استدرجني للمخدرات. يا ويلتى على حبيب سيدني الزنا. يا ويلتى على صديق جرني للخنا. يا ويلتى على أصحاب لا ينفعون. يا ويلتى على أحباب لا يدفعون. يا ويلتى على أصدقاء لا يشفعون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. مواقف لا تنسى. محاضرة للشيخ علي آل ياسين الآن في التسجيلات الإسلامية. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعمة أن نكون مهتدين، نعمة أن نعرف الصح والخطأ، نعمة أن نرتب صلواتنا. ما معنى الهداية؟ الهداية أن يشرح الله صدرك لهذا الدين. نعمة منسية. أن في جنبيه نور يتنجيني فطابا فأنار الوجه حتى ضاء بالنور شهابا. الإنسان بغير الهداية يكون وبالا على نفسه، وبالا على مجتمعه، وبالا على من يعيش حوله. والله بعض الناس الآن يقول خطر على نفسه. نعمة منسية. هذه النعمة المنسية أن بعض الناس يا إخواني ينسى إن كان صالحا أن يفرح بهذه النعمة. لكن إنسان يموت مو مهتدي، مشكلة. إنسان يموت ما يصلي، مشكلة. قال رجعها، قال ما تترجع، مشكلة. نعم مشكلة أن يموت الإنسان غير مهتدي. هذا مولاه فأضحى لا يرى إلا مهابا مخلص لله لا يرجو من الدنيا متابا كلما نادى مناد
لهدى المولى جابا. عرب جي نمرة واحد بتاع الضربات تاخذ منبة الرئيس، إنسان من أسقط المجتمع، مخدرات ومشاكل، وعلى قول قسمان عندنا شوف وجه العز حدودنا وجه الودر 36 سنة عمره ما صام لله يوم واحد. أي شيطان مريد حل في قلبك الواعي وغطى مسمعك، قلبك الواعي وغطى مسمعك. فصار يتقدم وصار الشيخ يكلفه بقراءة الأسئلة 4 سنوات وهو متقدم. شوي صار يجي 3 أيام ويغيب يومين. الآن من الشباب الغافلين مطبلين الله. من الذي تأخر؟ كنت بالقرآن قلبا خاشعا، كانت الآيات تبكي مقلتا. نعمة منسية، محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي. الآن في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي فإن رجعت إليك أتقبلني، أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمحيناك، وإن رجعت إلي قبلناك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أين الشجعان؟ أين الشجعان؟ يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي. أنا تائب ولكن حرارة هذا الذنب في قلبي. شجاعة يا ابن آدم إنك راجعتني ورجمتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم كن شجاعا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم كن شجاعا. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوبة الشجاعة. الله يحب التوابين فلماذا لا نتوب ويحب النادمين. فلماذا لا نندم. إن الله يحب التوابين ويحب النادمين. إذا الله يحبك يا منسوب. يا نفس عودي لرشد هذا الآوان فتوبي. يا نفس عودي لرشد هذا الآوان فتوبي. أنا نمشي بالرصاصة ودخلت في جسمي حتى خرجت من المكان الآخر وصرت بغيبوبة. لم أمت لأن الله لم يرد لي أن أمت. شجاعة تائب. محاضرة للشيخ إبراهيم بوبشير. الآن في التسجيلات الإسلامية. كل مفرط يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد. أو ما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأسد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد. يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. فوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. المتساقطون إنهم يتساقطون في الوحل. أي وحل تريد يا من تتكلم؟ أريد وحل الظلمات، وحل المعاصي والسيئات. إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات. من المعصية ما أظلمه. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه. إنها المعصية. ما الذي بدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح المعصية. حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ إنها المعصية. ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ دمرت ديارهم أفسدت حروسهم حتى أصبحوا في الهاوية. إنها المعصية. ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أهلك قارون؟ ما الذي أحرق هامان؟ إنها المعصية. مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم المتساقطون لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهراني. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية الدائري الثاني بجوار مستوصف الأمين. هاتف رقم 8231139 أو 8285405. جوال رقم 0543450221. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.